نبدأ بجو جولدبرج من مسلسل يو. جو هو شاب هادي ورايق ظاهريا، لكن في الحقيقة عنده جوانب مظلمة جدا. عنده على الأغلب اضطراب شخصية معادية للمجتمع، يعني باختصار سايكوباتي. وعنده هوس مرضي بالحب والتملك، بيتعلق بأي حبيبة بطريقة مرعبة وبيبقى مستعد يشيل أي حد من طريقه بأي شكل بما فيهم القتل عشان يحافظ على علاقته ويحقق نظرته عن الحب المثالي. طب ازاي وصل للمرحلة دي؟ جو مر بطفولة قاسية جدا. أبوه كان شخص عنيف ومؤذي، وفي مرة الأب كان بيضرب الأم بعنف قدام جو الطفل. فما كان من جو إلا إنه دافع عن أمه بالسلاح وقتل أبوه وهو لسه صغير. بعد الحادثة دي أمه تخلت عنه لمؤسسة رعاية لأنه ما كانش في بيئة صالحة حواليه. جو كبر في دار أيتام وبعدين اشتغل في مكتبة عند راجل اسمه موني. صاحب المكتبة علمه القراءة وحب الكتب فعلا، لكن برضه استخدم طرق عنيفة في تربيته. كان بيحبسه في قفص زجاجي تحت المكتب كعقاب وتأديب. كل التجارب الصادمة دي زرعت في جو فكرة إن الحب بيساوي التملك، وإن أي تهديد للحب بيتحل بالعنف. باختصار، جو ما اتولدش مجرم ولا مختل، إنما حياته المؤلمة هي اللي صنعت منه كده. تراكم الصدمات من طفولته هو اللي خلاه شخص مهووس وعنيف بيستخدم القتل كحل أخير لأي عقبة في طريق حبه.